زينب ولجنبه جلسات ونار الحزن في الأحشاء وبدات تسائله عن السهم الذي أرداه فوق حرارة بوغاء، فأشار إلى السهم الركيز إلى السهم الركيز بقلبه أن ذاك أعظم أسهم أعدائي. قالت أخوي شلونك؟ قالت زينب هذا السهم اللي بقلب مأذن يا أخوي. فبكت وأحنت فوقه لتشمه، فرأت دماء تلتقي بدمائي. قالت أخي حبيبي حسين نور عيني، أخي هل لك حاجة الآن في شيء من الأشياء؟ خوي عندك شيء قل لي بلكت أقدر أساعدك. قال أريد 3 في الحال يا بنت أشرف الآباء. عندك شغلات خويا، قول حسين شو تريد؟ ماني أبل فمي وظل يدفع الحر الشديد، وفكري بدوائي. أريد ماي ظل عن حرارة الشمس، دوائي هاي الجروح. زينب عمرها كلها ما قايله للحسين عذرا ما اقدر اسوي لك هاي المره لا. قالت اخي عذرا فتلكم بيتنا لم يحويا يا سيد الشهداء. قال زينب فدع 2 من ال3 واحضري لي شربة من ماء. العمش هذاني يا أخويا. قالت وأين الماء يا بحر الندى؟ أو ما تراه في نبضة الأعداء؟ خويا الماء يبني نجيب ومثيل قلبك قلب نهيب. هذا عبد الله عذر اخوي ما عدنا ماي. قالت جازي منا طلعتي من جيتي. قالت لحسين الخيام حرقت، النساء سلبت، الطفال روعت. رقية العزيزة بنتك يا حسين ضربت. هاي زينب هاي قعدتها يم الحسين.
يتم الحسين هم سولفت وياه ارحمي عيوني انتي بويا. هاي رقية لما قالت يم الحسين ليش نايم عالرمل بويا انا رقية انا رقية. شوف ايش قالت الخيمة يا ما انت بيها ما ظل وارث ابويا حسين على صدرك تراب علي يحيى الدايس بيمينك 4 أصابع وين راح الخميس هذا قلب يمين في جحويا ليش يصيب عكمين قطع بويا. بعد شدش رقية قل له حسين على صدرك عودتني تضمني يا ابو الاكبر انت كل يوم تخيمني همك يا ابوي على صدرك عودتني تضمني يا ابو الاكبر قوم بس تشبقني مرة وطف نار تصغر والله خايفة يا حسين وقوم اشبقني. آخ لو قلت لك ما ألجمك أدري بصدرك مكسر إيش يوجعك قل لي يا أبويا بلكي أداويك أقدار. رديت أجر نسه بويا بلكتي خوفي الألم بويا من شفيت جسمك سليب دموعه متبدل آخ وارتعد جروح جسمك هن ما ينعدل حوافي رسام أسهام ورماح وحوافير على صدرك صعدة بويا حسين بويا قوم وياي يا حسين وما قام الحسين ما عنده طاقة بني إلى أن جاء زينب وأخذت رقية راحت وصار ذاك المسير صارت تلك المصائب وذهبت زينب بذلك السبي إلى الشام وأوقفهم على تلك البوابة باب الساعات هناك اكو صورة هناك صارت عفيفة الهاشمية هاي من آل عقيل تزوجت هناك بالشام. هاي ابنها شاف الناس فرحانة وصار بعد يوم عيد كل الناس فرحانة قتلنا الخوارج وسبينا نساءهم الناس فرحانة لبست ثياب العيد. اجى ابن عفيفة لأمه أماه البسيني ثياب العيد وليد ايش عندك شكو؟ قال اليوم يزيد منتصر
على الخوارج والناس فرحانه ويوم عيد. قالت له يما ما يصير، روح شوف شنو دينهم، شنو من اي مله ذولا، من اي مدينه. راح ابن عفيفه. وين راح؟ الى زينب. من انت؟ من تكونين؟ من اي مدينه؟ زينب هاي الملامح تعرف. قالت دعك مني، انت من تكون. شلون جاوبها؟ يقولها ام تسالف واسمع من الناس خوار حيوض عندي وترفع الراس، بيهم بطل نشمي غيوم. اسمع عباس وخالتي زينب ست النساوي، عندهم مرض يوم اللي بعلها بيوم زواجها ما بان بالشمس ظل لها، والله مشتاقين انا وامي لها. وللعباس واكثرهم خال يصير، والله مشتاقين له. زينب بعد تسمع هذا الكلام شو يصير بحاله؟ قالت له سلام لعند امك خذ مني يا خال روس العباس وحسين ذني ولا زينب يحجون عني سنيت المصايب ما سلمني. عاد من عفيفه يكون سوي يما تعالي، يما ترى المذبوح خالي. طلعت خفيفه هلا بضيفنا، هلا بضيفنا، هلا بضيفنا ولو كان مذبوح. يا ودمع على الوديان مسكون. موفقين مأجورين، عظم الله أجورنا وأجوركم خدام الحسين. هذه الليلة ليلة عزاء، ليلة مصيبة، ليلة مولاتي أم البنين عليه السلام. كنا أصحاب حوائج هذه الليلة. خلي حاجتك بقلبك بعد، روح ورتب عزائك. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد بأعلى الأصوات 3 مرات.